امي تاركتنا ورايحه عايشه ببيت اهلها ومتزوجه رجال ثاني، يعني عايشه حياته. وظلينا بس اني واخواني اثنين. وواحد من اخواني تركنا وراح سافر ويا اللي سافروا وراحوا، وهسه حاليا هو عايش خارج العراق. يعني ظلينا بس اني واخويا اسمه احمد. وهذا احمد كان من ذول الشباب التعبانين وصاحب اصدقاء سوء. ظل يوميا يجيب لي اصدقائه ويجيب لي ناس يقعدون يمنا. بداية احداث القصة اللي صارت ويا اخويا، طبعا هو الاخ الوحيد، المفروض كان يكون السند الي لان ما عندنا بالدنيا بس انا وياه. يوم من الايام انا قاعد بغرفتي مثل كل يوم، اجى وياه اصدقاء اثنين قعدوا بالصالة. اجاني الغرفة قال لي نور قومي سوي لنا استكانين شاي. انا يعني قلت يعني عادي خلي يجيب اصدقائي يجيب احد، المهم بعيد عني وهو